مرحبا بكم. اليوم كنحضر معكم المطروع. كيجي بحال البسبوس وكيجي زوين بزاف وخفيف. تقدميه هكا مع جميع الاطباق ديالكم، وكيبقى من اسهل الخبز اللي ممكن تحضروه حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفرن. فهذا الخبز يجي رائع بزاف وكيعوض الخبز الفرن. وغادي نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا خديت واحد الزلافه وعاء بالشكل هاد، عندي زوج قصريات ديال الدقيق، تقدروا تاخذوا القيس اللي تبغوا نتوما ديروه، وعندي 2 ملاعق ديال الخميره الخبز، وعندي 2 ملاعق تاع السكر، وعندي معلقه ديال السينوج، وعندي شويه تاع ملح. وهنا راح نخلطوه بالماء حتى يتجمع بالماء دافئ. وصافي كنبدا ندخل اليد ديالي في الخليط بهذا الشكل كما كتشوفوا. هذه الطريقه كتعاوني بزاف اننا ما ندكوش العجينه، ما كاين ما يخدنا لا وقت لا مجهود، وكيجي ناجح 100%. وهنا كنحبس وكنغطيه بواحد اللاطه ونخليه يرتاح حتى يتخمر. بعد ما تخمر راح نزيدوا له معلقه ديال الخل، وما كنخرجش منها الهواء بمساعدة الزيت. وهنا لازم تخمروه 3 خطرات ولا 4. بعد ما تخمر 4 مرات راح نديروهم كريات، وراح نديروهم رسميت بمساعدة الزيت. احنا نخليهم يتخمروا. وندخلوهم للفرن على درجة 200. بعد ما طابوا شوفوا كيفاش جاو خفاف بزاف وزوينين وناجحين 100%.